تفضلي معك انت وياه ولك. شو تهريب وما تهريب سيدي؟ لك عنك ولا هم لالي، انت ما بدك تبطل تنحش مناخيرك وشواربك بشغلات بتخصك وما بتخصك. هم لالي شايفوا لهالجبل الاخضر الحلو اللي ورانا؟ يا حزرك يا حزرك، شوفها ورا قبرص والحشا. اذا ما بتحل انت وجماعتك عن لخلي الرفيق ابو شوقي يوصل عواك وعوان عقبرص منيحه. يعني بدك تقول اعز من اخوي الرفيق ابو شوقي ولا؟ يا هم لالي يا هم لالي، مشان هيك قويان عصك. والله بتعرف خريوش اللي بيقول عصوا يا عصوا عصوا يا عصوا من ورا ابو شوقي والله لرصوا. لو ما بعرفه اللي ما بعرفه. يا هم لالي يا هم لالي، ولك لحقوا من مطرح لمطرح وبتقول لي ما بعرفه. ولك يا حسرتي عليك يا الرفيق ابو عماد، يا حسرتي عليك. شقفة هاليخت عنده رايح يستجم بنص هالبحر، ولك شايل هم الوطن كله على كتافه. ولحقوا من مطرح لمطرح بدك تنزع مراق، والله ينزع مراقك. يعني لما الشغله صار فيها فلات يطلعونا برا، والله الله ما قالها. لكن الظاهر الشغله كبيره ولا حسان، حتى التحقيق ما بده ايانا نحضره. انت وياه يلا يلا نشوف. حاضر سيدي حاضر. لا تقول بقى العمى صحي العمى جودة شو عمل؟ يا سيد اسعد كان شيله بالبحر عما يراقب يخت مدري مين. يا سيدي ما عمل شيء، بس هو ناطر كان شي ولد ليوقع ويطلعه من المي. خلص انسى تيبه ولا يهمك ولا يهمك، هلا بروح بطلعه. لك شو تطلعوا ما تطلعوا؟ يا سيد اسعد ما بيمشي الحال، لانه اليا هم لالي مشرف على التحقيق بذات نفسه، مستحيل يتركه يا اخي. الله يخلينا اياك يا جارنا. زبدة الحكي معناتها ما فتشتوا البيت. كان هيك قويان عصك. والله بتعرف خريوش اللي بيقول عصوا يا عصوا عصوا يا عصوا من ورا ابو شوقي والله لرصوا.